السلام عليكم، كي دايرين؟ صافا لاباس عليكم؟ بخير وعلى خير، هانين ومهنين ومرتاحين. نتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير وصحه وسلامه ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نصيبوا واحد الرصيطلات ديال الدجاج مالحين ماشي حلوين، يعني فيهم لوغو ديال الحوت. المهم هنا بالنسبه لي شوفوا انا هنا راني دايره البصله، درت واحد 4 ديال البصلات خضاريات، ممكن تعاونوا بالبصله واحده الاخرى، ودير معاهم 4 ديال الفصيصات ديال الثومه. وهنا بالنسبه للدجاج عندي نص دجاجه، هذا راه صدر انا قطعته بحال هكا، وهذا الفخذ هذا الكماله ديالو. هادشي انا خليت ليه هذا الجلده، وبيان سي غادي نحيدها من بعد، ولكن غير باش ما يجيش داك الدجاج ناشف بزاف. المهم بسم الله على بركه الله. دابا غادي نبداو ان شاء الله في الاقامه. بسم الله. غادي ندير هنايا بهاد المعلقه هذه صغيره، عندنا معلقه ديال خرقوم بلدي، ونفس المعلقه ديال الفلفله الحمراء، وعندنا الكمون. بس كيعجبني يكون شويه زايد عليهم. عندنا نصها ديال القزبر حبوب مدقوق، عندنا هنايا الابزار، وعندنا شويه ديال الهريسه، وعندنا واحد تقريبا معلقه ديال الصلصه ديال الصوجا، عندنا معلقه ديال حامض معصر، وعندنا الخردل لا موطارد، حتى هو تقريبا واحد المعلقه. عندنا ورقه ديال سيدنا موسى، وعندنا واحد هذيك البابات الحامض، واحد نص حامضه، وعندنا واحد 2 معالق ديال القزبر والمعدنوس. انا كيف ما كيبان لكم راني ما درتش الملحه نهائيا، خاصني حتى نذوق، لان هادشي اللي درت الحامض لا موطارد ثومه والصوجا يعني كلهم مالحين، ما بغيتش ندير نهائيا الملح حتى نذوق ان شاء الله. انا غادي نزيد دابا الزيت وغادي نشعل عليها ان شاء الله البوطه. صافي انا دابا راني شعلت عليه البوطه، غادي نحركو هكا مزيان داك الاقامه مع البصله ومع الدجاج، يعني باش هذاك الدجاج يشرب هذيك الاقامه مزيان. راه ما درت عليه حتى شي حاجه، يعني الزيت راه مازال ما طفتوش، بغيتو حتى يتقلى شويه ويشرب ديك الاقامه ديالو، عاد باش غادي نضيف ان شاء الله الزيت من بعد. دابا انا غادي نغطي عليه غير شويه، يعرق شويه ويطلق شويه ديال الماء، وعاد مازال غادي نزيد نحركو باش داك الدجاج يتخلط مع البصله ويشربوا كل مع بعضياتهم هذيك الاقامه. وهنا انا من بعد ما تقلى لي هذاك الدجاج مع البصله، غادي نزيد نص كاس ديال الزيت، خلط ما بين زيت زيتون والزيت العادي اللي كتستعملوه نتوما. صافي انا دابا هكا غادي نخليه مازال يتقلى شي شويه، وغادي نغطي عليه ونخليه حتى يطيب، نقص عليه العافيه ونخليه حتى يطيب على راحته هذاك الدجاج، وعاد باش نحيدوه ونخليوه نكملوا البصله من بعد. انا دابا خليت الدجاج كيطيب هو والبصله، وغادي ناخذ واحد المقله بسم الله، وغادي ندير فيها واحد معلقه كبيره ديال الزبده، وغندير حساب واحد المعلقه ديال الصلصه ديال الصوجا، وغادي ندير نص حامضه مقطعه، ورقه ديال الرند، غادي ندير نص معلقه ديال الثومه بودره، معلقه ديال الفلفله حمراء، معلقه ديال خرقوم بلدي،
معلقه ديال الثومه، تقريبا معلقه الا ربع ديال الابزار، وعندنا نص معلقه ديال هذا القزبر اليابس، وغادي نزيدو عليه الزيت ديال الطون، هو اللي غادي نقلي به نيت ان شاء الله. هذا هيك حك ديال الطون، وكناخذ هذاك الزيت ديالو. الا عندكم داك العلبه الكبيره ممكن داك الزيت ما تحتفظوا به باش تخدموا به بحال هاد الوصفات هادو. وغادي نزيد هذا الشامبينيون نوار، انا فزقته وقطعته هكا، ولاني ما عنديش شامبينيون طري خديت هذا الاخر ديال العلبه. صافي دابا غادي نشعل عليها البوطه باش نشحر هادشي كله. هنا نسيت ما درتش البودره ديال هذه البودره ديال الكروفيت، غندير منها 2 معلقات، وغندير القزبر ميدنوس. صافي دابا غادي نشعل عليها البوطه. دابا غادي نحركهم هكا، نحرك هادشي. يلا بدات كتذوب الزبده، نخليهم حتى يشربوا القامه مزيان وينسجموا مع بعضياتهم. تذوب هاد الزبده باقا كاع ما دابت، ونكملوا ان شاء الله. وهنا انا راه نسيت قبيلات يمكن ما قلتلهمش الحروف، ها هو يلا درتو. شوفوا هي راه تشحرات، هذاك الشيء كله تشحر. غادي نزيد عليه دابا الطون، هذيك العلبه ديال الطون. غادي نخليه يتشحر شويه مع الطون، ونبقى هكا ندير ليه هكا باش ينسجم معاهم. صافي وغادي نطفي عليه ان شاء الله. طفي واحد شويه، واحد 4 دقائق ولا 3 دقائق. صافي وغادي نطفي عليه. صافي انا كما قلت لكم غير شويه غادي نطفي عليها. صافي طفيت عليها. دابا غادي نزيدو لا فيرميسيل، وغادي نزيدو هذاك الزيتون اللي حتى هو مقطعه طريفات. صافي وغادي نخلطو هادشي مزيان حتى ينسجموا مع بعضياتهم. وهذيك لا فيرميسيل حتى تشرب هذيك ليقامه، خاش انا ليقامه درتها بزيت. كتعرفوا لا فيرميسيل شويه باسله الا ما بننتوهاش. انا ملي كنكون غنديرها هكا في الحوت كناخذ هذاك الماء اللي كنكون غنفزقها فيه، كندير فيه معلقه ديال هذاك الكروفيت، كتجي بنينه. تخلط مزيان. حيد هاد الوريقه بعدا ديال سيدنا موسى. صافي غادي نخليها على جنب حتى تبرد باش نزيدو فوق منها الفرماج والدجاج ان شاء الله اللي كيطيب هو البصله ديالو. صافي دابا هي جاهزه. دابا هنا ضروري خصك تذوقي الا كان يعني عينك مزيان في الملح. انا بالنسبه ليا كنسى اغلبيه المرات كنسى الملحه، كيخصني نذوق لان شحال من مره كنسى ليهم شي حاجه ناقصه كاع من الملحه بزاف. المهم خاش انا كاين الزيتون كاين بزاف الحوايج اللي غادي يخليوها ديما مالحه، داكشي ما درتش الملحه. المهم انا غادي نذوقها ونخليها تتبرد ويكمل الدجاج ان شاء الله ونكمل معكم لا غوسيت. شوفوا هنا صافي الدجاج هو راه طاب. انا غادي نحيدو وغنخلي هاد البصيله هادي حتى تشحر مزيان، يعني ما يبقاش فيها داك الماء، حتى هي غادي نستعملوها في صافي. صافي غادي نبقى هكا، غادي نحركو مره
باقي واقيلا شي حاجه هنا طيف ديال الكبده. غادي نبقى هكا نحرك هاد البصله، ولكن نبقى نحرك فيها باستمرار باش ما تحرقش ليا حتى نشوف كاع من هذيك الميه ديالها ان شاء الله، وصافي غادي نطفي عليها. شوفوا هي البصله انا راها بدلتها من هذيك الطنجره اللي كانت فيها، شوفوا ما بقاش فيها الماء نهائيا. دابا بقيت عليها هكا كنحرك فيها وكتشحر ما بقاش فيها الماء. دابا صافي غادي نديرها في واحد الشبكه تسخطر وتبرد ان شاء الله، ونخلطهم كلهم مع بعضهم. بالنسبه للدجاج هو برد، انا غادي نفرتو صغيور يعني بحال ديال البسطيله ديال الدجاج عادي، غادي نفرتو ان شاء الله ونرجع معكم على الباقي. هنايا غادي نزيدو الدجاج. هنا هو بالنسبه للدجاج هو قطعته طريفات، البصله حتى هي درتها حتى تصفات، وهاد لاصوص ديالها غادي نحتفظوا به غنخليه يعني عندنا به الغرض. غادي نزيد هذا هنا وغادي نزيد الدجاج وغادي نخلطهم مزيان. غيبان ليا البصله بحال باقا سخونه شويه، ما بغيتش نزيد الفرماج، مازال غادي نزيد هنا الفرماج احمر. صافي ها هو كلشي دابا واجد، غنتسنى غير يبرد، مازال شويه خاصو يبرد. غادي نزيد فيه الفرماج، ودابا غادي ندوز ان شاء الله للعجينه ديال المسمن. بالنسبه لهذا الشيء منين برد كيف ما قلت لكم برد مزيان، انا زدت فيه هنايا الفرماج بودره والفرماج محكوك. المهم الفرماج كيبقى اختياري، الا بغيتو ما بغيتوش ديروه ما ديروش. صافي انا غادي نخلطو مزيان وغادي ان شاء الله غادي نبدا نطلق في العجينه. بالنسبه لهذاك الزيت اللي بقى ليا من هذه اللي تقطر من البصله غادي نوريه لكم. ها هو زدت عليه شويه ديال الزيت وشويه ديال الهريسه، وهو باش غادي ندهنو ان شاء الله هذوك البطيطات، عفوا المسمنات بسطيلات. هذا الزيت باش غادي نورقو، وهذا باش غادي ندهن العجينه من الداخل. صافي دابا انا غادي نبدا ان شاء الله نبدا نسمن في العجينه. وهنا عندنا العجينه، هنايا عندي 6 الكيسان ديال الدقيق الابيض ديال العنبه، ما يعادل 600 غرام ديال يعني تقريبا كيلو الا ربع ديال دقيق ابيض. عندنا معلقه كبيره ديال العسل انا دايره في هذه المغرفه، وعندنا الملحه. صافي انا غادي نخلط هذه العجينه وغنديرها في واحد البلاستيكه ونرجع معكم ان شاء الله. صافي انا هنايا ساليتها جمعتها. هنا هزات ليا 3 الكيسان ديال الماء وواحد 2 معالق. المهم انا غادي نديرها في هذه البواطه هذه، تخشوها نتوما فاش ما بغيتو، ما ناخشي هنا وغنسد عليها حتى ترتاح ونرجع ان شاء الله نقسمها باش نشكلها. شوفوا هاي العجينه تبارك الله بعد ما طلقات ما شاء الله، شفتوا هي رطبه. هاد العجينه دابا غادي نقسمها انا على 4. صافي شوفوا هاي العجينه قسمتها على 4 ديال الكرات، غادي نخليها ترتاح. غطيتها دهنتها بشويه الزيت وغطيتها باش ما ديرش هذيك القشره، غنخليها ترتاح واحد شويه، غير واحد 10 ديال الدقائق ان شاء الله، وغادي نبدا نشكل فيها ان شاء الله. شوفوا دابا من بعد ما طلقتها، شوفوا راه هي مطلوقه مزيان، راه الخامه كتبان. هنشوفوا نهزها من الفوق باش تشوفوها تبارك الله. دابا غادي ندير هاد الزبده هذه اللي مذوبه، نديرها غير من الداخل بلا ما نخليها تبقى برا. حتى الزبده مع دابا البرد كتجمد كتولي بشي شكل. المهم انا غادي ندهن الزبده من هنا لداخل كله ونرجع معكم. شوفوا دابا من بعد ما درت الزبده هي راه باينه عندكم، دهنتها كلها بالزبده. دابا غنطويها على شكل ديال رغيفه، يعني غنطوي هذا هكا وهذا هكا ونطويها بحال كيما كنديروا الرغيفات. هي غتكون رغيفه شويه كبيره ونكملوا من بعد ان شاء الله. ودابا خديت العجينه الثانيه، شوفوا حتى هي طلقتها مزيان، درت لها نفس العمليه، دهنتها بالزبده مزيان، ودرت هذيك اللي صيبت الاولانيه لوز وغادي نطويها عليها. صافي هذه غنخليها ترتاح وغناخذ الكواري الاخرى غندير لهم نفس العمليه، حتى هما ندير هكا وحده في قلب وحده. صافي شوفوا من بعد ما طويتهم يعني كل وحده فيها 2 غطيتهم وغادي نخليهم يرتاحوا واحد 10 ديال الدقائق.
هذا باش نرجع باش يتشكلوا لي بسهوله ما يعذبونيش في الخدمه. شوفوا بالنسبه للعجينه ها هي طلقتها، انا كنهز من الفوق باش تبان لكم زعما بين طلقتها. شوفوا رقيقه ماشي غليظه، ماشي كاع حتى كيبان لكم الرخامه، ولكن المهم هنا انا كنخدم بهذا السيركل هذا. نتوما هنا كيبقى لكم الاختيار كتاخذوا القياس. انا بالنسبه لي كنخليه هنا تقريبا واحد 2 سنتيم وهنا 2 سنتيم، وكنقطعها كاروات عاد باش كنبدا نخدم وحده بوحده بحال هكا كنقطعها. شفتوا ملي كنهزها كنقرصها غير من الجناب، ملي كنزيد يعني هكا طريفه العجينه كنضغط عليه غير هكا من الجنيبات ديالو، والوسط تنخليه فحال هكا كنخليه غليظ باش ما تقطعش لينا العجينه. صافي دابا عمرتها وغادي نجمع ليها دوك الجنيبات ديالها. ها هي جمعتها كلها. يعني هنا نتوما كتبقى لكم الاختيار واش بغيتوها عامره بزاف ولا بغيتوها شويه. صافي دابا انا حيدتها من القالب ديالها وغادي نستفهم في اللاطه حتى غنسالي ان شاء الله هاد الكميه اللي عندي كلها ان شاء الله ونوريكم الباقي. صافي دابا انا ساليت هاد اللاطه الاولى غادي ندهنها بهذاك الخليط اللي كنت قلت لكم ديال ديك لاصوص اللي بقات ليا من البصله. زدت عليها شويه ديال الحرور وشويه ديال الزيت وغادي ندهنوا به هاد البسيطلات كلهم ان شاء الله. وغنخشيهم في الفران ان شاء الله باش يطيبوا. صافي دابا انا غادي نبقى هكا حتى نساليهم كلهم ان شاء الله ونرجع معكم. صافي انا دهنتهم دابا كلهم وغادي نبدا نثقب فيهم بكيردون. ضروري باش ما يتفرقوش لينا في الفران خصنا نثقبوهم هكا. صافي حتى نساليهم كلهم وغادي نشعل عليهم ان شاء الله الفران. انا ما غنطيبهمش في الفران ديال الضو، غنطيبهم غير الفران العادي. هادي لصقات كاع. صافي دابا غادي المهم غادي نبقى حتى نسالي ونشعل عليهم الفران ونكمل معكم ان شاء الله. شوفوا بالنسبه للبسيطلات هنا كيبانوا عندكم نتوما محمرين، انا كنشوف دابا من الكاميرا، ولكن انا راه عندي راهما بيضين ما محمرينش. يمكن عندي الكاميرا شويه زايده في اللون. هادو انا يعني شمعتهم. شوفوا راه غادي يبانوا لكم. شوفوا كيفاش دايرين، شوف يعني ما مقرملينش. هادو انا غير شمعتهم هادو لانني غادي نخليهم في الفريكو. يعني غير كيتشمعوا كتشمع ديك العجينه باش منين نبغي نجبدوهم من الكونجيلاتور نبغيو نطيبوهم كنخليهم هكاك مجمدين وكنشعلوا عليهم ونخليهم باش يكملوا في الطياب ديالهم. يعني لاطات ديالهم راه باقا خضر، غير هنا باين عندكم محمرين سبحان الله، ولكن انا هنا راه عندي صفرين يعني بيضين. غنخليهم تيبردوا تماما عاد باش غادي نديرهم في بلاستيك غذائي او بواطه شي حاجه غذائيه، ولكن حتى يبردوا تماما ما يبقاوش دافين لا شي حاجه باردين. ونخشيوهم ديك الساعه نخبيوهم نخليهم فوق ما بغينا. غادي نجبدوهم نحطوهم في اللاطه ونشعلوا عليهم الفران ونخليهم ان شاء الله يطيبوا. بالنسبه للاخرين هما مازالين كيتحمروا في الفران. وهذا هو الشكل ديال البسيطلات ديالنا. شوفوا تبارك الله كيفاش كيجيو. كتجي ديك العجينه مورقه وكتجي رائعه ماشي هي تكون فيها. انا هنايا زينتهم هكا وانتم كيبقى لكم الاختيار كل واحد كيفاش كيبغي يزينهم. انا غادي نهز معكم وحيده وغادي تشوفوا ان شاء الله كيفاش كيجي من الداخل ديالها. نحلوها وتشوفوها في الداخل ديالها كتجي زوينه رائعه. هنا كما قلت لكم بالنسبه للتزيين كيبقى لكم نتوما الاختيار باش ما بغيتو تزينوا كتزينوها. شوفوا الداخل ديالها كيفاش كتجي ممتازه كتجي رائعه وفيها واحد الريحه يا سلام ماشي هي تكون فيها. الشكل ديالها كيجي ممتاز ما شاء الله. شوفوا كيفاش كتجي غزاله. مهم نتمنى ان شاء الله هاد البسيطلات هادو يعجبوكم
وتقولوا لي في لي كومونتير كيفاش جاوكم، وجربوهم لان كيجيو فعلا زوينين. انا كنصايب لكم هاد الشهيوات هادو ان شاء الله باش على حساب رمضان اللي بغى شي حاجه كي جاتك. المهم هبه راهي كتذوق. نتمنى ان شاء الله حتى نتوما تصايبوهم ويعجبوكم. الله يعطيك الصحه. المهم نتمنى يعجبوكم وتقولوا لنا في لي كومونتير كيفاش جاوكم اللي جربوهم. والى فيديو قادم ان شاء الله، والى اللقاء.